بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة عملنا مع بعض طاقية السلطان اللي دوشة السوشيال ميديا. ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا وما خدتش وقت ولا تكلفة ولا أي حاجة خالص، وعمايلها بسيطة جدا جدا. ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا، وعملناها مع بعض وما وقفتش الفيديو. ما شاء الله عليها، جميلة جميلة جميلة. النهاردة هنعمل مع بعض طاقية السلطان. اول حاجه معايا كوبايتين، المج العادي. هنعمل كوبايتين من الدقيق، هنخلهم كويس قوي. ده المج التاني. هزود كمان نص مج علشان خاطر الصينيه تبقى مظبوطه. بص كمان. طبعا نخلي دقيق كويس قوي علشان خاطر ما يبقاش فيه رطوبه، ما يبقاش فيه اي تكتلات او اي حاجه. لازم الدقيق ينتخل كويس قوي. بضيف ذره من الملح، بضيف معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار. عايزه تزودي كمان مثلا سكر تاني زودي على حسب ما انتي بتحبي وعلى حسب ما انتي عاوزه. في ناس مش بتحبها مسكره قوي. عندي باكو من الخميره الفوريه، اقلبهم كويس قوي. هنزل بكوبايه دافيه من اللبن، ممكن لبن على ميه حسب ما المتوفر عندك. ربع كوبايه من الزيت، اكتر من الربع بشويه صغيره. يستحسن يكون زيت نظيف، حتى لو كان زيت التومين بس يكون كويس. معايا بيضة واحدة، هشيل الصفار هنعوزه بعدين، وهاخد بس البياض. ما شلت الصفار هعوزه للوش، ندهن الوش. هحط معلقة من الخل ورشة من الفانيليا، وبلاش الفانيليا السايلة علشان مش تبقى كويسة في المخبوزات. بعد كده هقلب المكونات دي مع بعض، بعد كده هنزل عليهم بايدي وهعجنهم. هنشيل خالص المعلقة. هعجنها بايدي لغاية ما تبقى قطعة واحدة. هفضل اعجن فيها لمدة 10 دقايق عشان العجينة يبقى فيها عرق كويس قوي. عجنتها كويس قوي على فكرة، اقل من 10 دقايق، لان العجينة ما شاء الله عليها طرية جدا. طبعا انا هقسمها نصين، هشيل النص ده والنص ده هحط عليه معلقة كاكاو. قسمت العجينة نصين، في النص الاولاني هحط معلقة من الكاكاو او معلقتين على حسب العجينة ما تاخد لون كويس. همسكها بقى هقلبها، بس هعملها بايدي طبعا لان كده مش هينفع، لازم الايدين تشتغل. همسكها كويس قوي، هدخل الكاكاو في العجينة زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما خدتش وقت خالص، وانا لما قلت لكم هعجنها 10 دقايق على فكرة ما خدتش 5 دقايق. دخلنا الكاكاو كله في العجينة، هسيبها بقى تختمر كويس قوي. هغطي عليهم الاتنين واسيبهم يختمروا. طبعا عندي هنا شوكولاتة الطبخ دي هعوزها للتزيين، وهنشوف مع بعض. وهقطعها على فكرة وارجع لكم. عجنتها بالكاكاو، سبتهم الاتنين يختمروا ما شاء الله عليهم. عندك بقى استرتش غطاها بالاسترتش، ما عندكش استرتش ممكن نغطيها بصينية او بطبق او باي حاجة، وهنشوفها مع بعض لما تختمر. العجينة اختمرت معايا ما شاء الله عليها، جميلة جدا جدا جدا، وقد ايه هي طرية ما شاء الله. هنعمل بقى ايه، هنفرد واحدة، نفرد العجينة البيضة. امسكها كده نفردها،
همسكها افردها. هي مش محتاجة نشابة ولا حاجة، العجينة ما شاء الله عليها جميلة جدا. طبعا ده من عجينة الشوكولاتة جت عليها شوية. هفردها كويس قوي. لو عايزة تفرديها بالفرادة مفيش اي مشكلة. هجيب العجينة التانية عليها وافردها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. العجينة كويسة قوي ما شاء الله عليها. هشد بس كده عشان اعرف افردها كده زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين الموضوع سهل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ما خدتش حاجة، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا تكلفة، ما خدتش حاجة خالص. هفلخ العجينة كده زي ما احنا شايفين. انا فردتها كويس قوي. عندي هنا الشوكولاتة انا كسرتها على القطاعة ما شاء الله، كسرتها خالص اهي. همسك بقى هحط هنا كده على العجينة. همسكها كده واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. والله يا جماعة الموضوع بسيط جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا ما وقفتش الكاميرا، فانا همسك كده، الكاميرا جايباها، همسك كده زي ما احنا شايفين كده وهمشي واحدة واحدة. قفلت الجوانب كلها اهي زي ما احنا شايفين واحدة واحدة. قفلتها كويس قوي. هاجي بقى عند الجزء ده هلفه عليا كده. عند الجزء ده همسكه كده بالسكينة حوالي سنتي او سنتي ونص زي ما احنا شايفين. هنمسك بقى احنا كده قطعناها زي ما احنا شايفين. هنمسك طرف طرف وهبرمه كده زي ما انا بعمل كده. تمام. كل واحد هعمل فيه نفس الطريقة. هبدأ ان ابرم فيه كده كده اكنك بتلفي حاجة معينة. نفس القصة هبدأ ان ابرم كده زي ما احنا شايفين. الله يا جماعة الموضوع سهل جدا جدا جدا. حتى العجينة نفسها طرية وشكلها حلو. هفضل ابرم كده زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين كده العجينة طرية ما شاء الله عليها. زي ما احنا شايفين موضوع سهل خالص. اكنك ماسكة شريط وعمالة تلفي فيه. هلف بقى الصينية تاني. هرجع الف الصينية اللي احنا كنا دايرينها الناحية التانية وامشي بقى برضو كده على اللي احنا عاملينه واحدة 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 واحدة. كمان واحدة. بس هزق العجينة كده شوية عليا عشان اعرف اتحكم. ما شاء الله عليها جميلة جدا زي ما احنا شايفين. ما شاء الله ما شاء الله جميلة جدا. هجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها او اللي انا هسوي فيها. جبنا الصينية ودهنتها.
ما وقفتش الكاميرا ما شاء الله عليها. هنقلها بقى واحده واحده كده معايا خطوه خطوه. حطيتها في الصينيه ما شاء الله عليها وادخلها الفرن. وهنشوف بقى مع بعض طاقية السلطان. هدخلها الفرن، بس قبل ما ادخلها هدهن الوش بتاعها. دخلتها الفرن ما شاء الله عليها جميلة جدا. معايا كوباية من اللبن، ده طبعا الشوكولاتة اللي كانت فايضة من شوكولاتة الطبخ. عندي هنا طبق من اللبن هحط عليه الشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده. هنزل بالشوكولاتة، هولع البوتاجاز على نار هادية واقلبهم كويس. اقلبها كويس قوي، انا مهديه النار خالص ومكسراها برضو كويس قوي. عايزه تحطي شوكولاته شيبس ماشي، عايزه تحطي اللي انت عايزاه المتوفر عندك. الشوكولاته قد هي جميله. هسيبها تبرد شويه تقلب معايا. طلعنا الصينيه من الفرن ما شاء الله عليها جميله جدا جدا جدا. ريحتها جميله والشوكولاته اللي فيها عامله فيها شغل ما شاء الله عليها. ادي طاقية السلطان اللي احنا عم نسمع عنها على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا ما شاء الله. يعني عملناها مع بعض جميلة جدا، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. طلعناها من الفرن وهنشوفها مع بعض تاني، وهنزوقها بصوص الشوكولاتة تاني على الوش. وهنشوف مع بعض يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت تشتركي في القناة وتعملي لايك. وشكرا فضلا وليس امرا وشكرا. ما شاء الله انا طلعت خرطة علشان اوريها لكم. ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، والشوكولاتة ظاهرة فيها ومورقة ما شاء الله. الشوكولاتة ظاهرة فيها خالص اهي ما شاء الله عليها. حبيت اقطع خرطة واوريها لكم ما شاء الله. ومعايا كمان الصوص اللي احنا عملناه باقي الشوكولاتة، همشي عليها كده ما شاء الله عليها. يا ريت تجربوها.